بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أمير عمود رئيس جماعة سيدي علي المصدر. انضمت اليوم جمعية بسمية أمل بشراكة مع جماعة سيدي علي المصدر وبالتعاون مع المدرسة الخاصة للتمريض بالخميسات. هذه حملة ختان الأطفال وكذلك الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. هذه المبادرة اللي جات في إطار الأنشطة الاجتماعية اللي كتقوم بها الجماعة، ولقات واحد استحسان كبير من طرف الساكنة، وكنشكروا أيضا السلطات المحلية اللي ساهمت وكذلك رجال الدرك الملكي اللي ساهموا بواحد الشكل كبير على إنجاح هذه التظاهرة الخيرية. شكرا. نور الدين، نائب رئيس جماعة سيدي علي المصدر. اليوم كتعيشوا أجواء الحملة الطبية منظمة من طرف جمعية بسمة أمل بالاتساق مع مندوبية الصحة بإقليم خميسات وبالاتساق مع جماعة سيدي علي المصدر بالتعاون مع السلطات المحلية. الحملة اللي كتهدف عملية ختان ديال حوالي 50 طفل كينتميو للتراث ديال جماعة سيدي علي المصدر، وكذلك الكشف عن سرطان الثدي. الحمد لله الحملة كتدوز في أجواء جد ممتازة، التنظيم الحمد لله في المستوى. هذه الحملة كتدخل ضمن برامج الحملات الطبية اللي كتحاول جماعة سيدي علي المصدر تقوم بها من أجل تعزيز الخدمات الصحية المنطقة اللي كتعرف واحد النوع ديال الهشاشة والصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية. كتجي هذه الحملات الطبية من أجل تعزيز الخدمات الصحية وتسهيل الولوج إليها. كنتمناو أنها تكرر، وكنشكروا كل من ساهم في الإنجاح ديال هذه الحملة. إن شاء الله في المجلس جماعي جماعة سيدي علي المصدر قام بمراسلة مجموعة من الجهات من أجل إن شاء الله تنظيم حملات طبية اللي غتكون متعددة الاختصاصات إن شاء الله في القريب العاجل، ولما لا تكون تدخلات جراحية اللي يستافدوا منها الساكنة إن شاء الله. في القريب العاجل غادي تكون إن شاء الله. حسن الشعيبي، الرئيس ديال جمعية بسمة أمل للتنمية الاجتماعية بمدينة الخميسات. هذا النشاط ديال الختان هو نشاط اللي كيستهدف الساكنه ديال جماعه سيدي علي المصدر، وفي نفس الوقت ارتئينا بالموازاه نديروا نشاط او انشطه اخرى بما فيها الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. هادشي كياتي في اطار تعزيز العرض الصحي بالاقليم، وكذلك في اطار شراكه ما بين جماعه سيدي علي المصدر، المندوبيه ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، وبدعم من مركز تكوين الممرضين يافسي مدينة الخميسات. الجمعية ديال بسمة أمل للتنمية الاجتماعية هي جمعية اللي في إطار البرنامج السنوي ديالها كتستهدف مجموعة من الأنشطة اللي الهدف الأسمى ديالها هو الرقي بالجانب الاجتماعي والجانب الصحي ديال المجتمع. وهكذا كنتقدم بجزيل الشكر وكنستثني بالشكر المندوبيه ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه على الدعم ديالها، جميع المتدخلين اللي ساهموا في انجاح هذا النشاط. الحمد لله لحد الساعه الفئه المستهدفه من هذا النشاط هي تقريبا 45 طفل اللي تمكنا باش اننا نغطيوهم من خلال عمليه الختان. كذلك تقريبا 50 امراه استفادت من الفحص المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. نتمنى ان هذا النشاط يعطي واحد الاضافه نوعيه للعرض الصحي هنا بالجماعه، وما يكونش هو اخر نشاط، يكونوا انشطه اخرى ان شاء الله في اقرب الاجال. وشكرا.